طيب السلام عليكم. دي المحاضرة الرابعة parasitic infections of the skin. هنتكلم فيها عن السكيبس. بس هو الدكتور قال البيديكولوس ليمانوس اللي هي اللايس، يعني نايس تو نو، او ان احنا هنقراها بس، وممكن مش عارف هو هيشرحها ولا لا، هو هناخدها معانا في الامتحان ولا لا. بس يعني هو اللي شرح السكيبس، وعليه حوالي 65 سلايد من المحاضرة. يعني هي المحاضرة بان كبيرة بس مليانة صور وكده، فهنحاول ناخدها في السريع. بس هنتكلم في الأول عن شوية بيزكس عن السكيبس اللي هو الجرب. لما يجي يقول لك واحد مثلا لا انا معفن ده جربان والكلام ده، فغالبا لما نفكر في حاجه ان حد جربان بنفكر ان هو في لو سوشيو ايكونوميك ليفنج، او ان هو في باكت بليس مليان ناس ومفيش هايجين، مفيش الكلام ده. فده غالبا الاماكن اللي بتيجي فيها السكيبس في انهي ناس يعني. فبس ناخد بالنا ان البارازايتس هي اصلا عباره عن مش انفكشن لمايكرو اورجانيزم، لا هي غالبا اورجانيزم اللي احنا شايفينها، او ان هي مش حاجات ليها علاقه بالبكتيريا والفيروسز. اما هنا في السكيبس فهي عباره عن اكتو بارازايت، يعني بارازايتس بتعيش على الجسم من بره. هي حجمها يعني حوالي 0.2 او 0.4 ملي، فانت يعني ممكن تشوفها على راس الدبوس لو انت نظرك كويس يعني، لكن هي ستيل صغيره جدا. بس هي في الاول وفي الاخر حشرات، ولما نيجي نعالجها هنعالجها علاج حشرات برضه. تمام. غالبا الانفكشس اورجانيزم في السكيبس بيبقى الفيميل، ولازم تبقى امبريجنيتد او بنقول عليها بريجننت سكيبس يعني، عشان يبقى فيها الاكس، لان الاكس برضه من الحاجات اللي بتعمل الاميون رياكشن. طب هو عيان السكيبس غالبا بيجي بسيفير اتشنج، وبنقول سبيشال ات نايت او سبيشال ديورنج سليب عامه، لان ممكن حد بيسهر او كده بينام من الصبح، فغالبا هيبقى عنده الصبح لانه بيتغطى وبيبقى فيه هيوميديتي وسخونه وكده. طيب هو ليه بيهرش؟ لان في اميون رياكشن بيجي نتيجه حاجه من ثلاث حاجات: السيركوبتس كابياي نفسها اللي هي الفيميل، او ايا كانت السكيبز الموجوده نفسها يعني، او الاكسكريتا بتاعها او الاكس بتاعتها. فالثلاثه دول بيعملوا ايميون رياكشن، والايميون رياكشن هو اللي بيخليك تهرش. زي بالظبط ايه؟ زي بالظبط الحساسيه اللي بتيجي من الناموس مثلا، هو مش الناموسه نفسها اللي بتخليك تهرش، ولكن هي بتنكيوليت حاجه في جسمك، او بتشد شويه دم، فبالتالي مكان الانتيجين بتاعها اللي لمس جسمك ده بيحصل ايميون رياكشن هو بيخليك تهرش. تمام. السكيبز عشان تعمل اتشنج اصلا بتدخل تعمل حاجه اسمها بارو. البارو دي عباره عن ديد اند تانل او بلايند اند تانل، عباره عن تانل معين في السكين من الاخر بتبقى مسدوده. تمام. وبتبقى غالبا في الستراتم كورنيوم اللي هي اول طبقه من السكين اللي فيها الكيراتين وكده، لان اصلا السكيبز بتاكل الكيراتين وهي بتتغذى على المناطق اللي فيها الكيراتين. تمام. فبتحفر الحفره دي، والحفره دي مش يعني ما تفتكرش انها بتعدي للديرمس والكلام ده، لا ده حاجه سوبرفيشال جدا، حتى سوبرفيشال في الابيديرمس نفسها. غالبا الاتشنج نفسه بيكحت الابر بارت بتاعه البارو دي، فبالتالي بيخليها بقت يعني بقت للهواء على طول، ما عادش ليها سقف، يعني حاجه اسمها دي روفنج، فبالتالي بيموت السكيبس. عشان كده اصلا الهرش حلو في السكيبس، عشان كده هتلاقي في حالات سيفير جدا من السكيبس ما بيبقاش فيها هرش، وبالتالي بيبقى فيها سكيبس كتير جدا، وبدل ما تبقى الافريج عدد السكيبس في البودي 12 او 8 ل 12 بيتحول لمئات الاف ومليونز كمان. ليه؟ لان انت ما بتهرش. فبالتالي انت ما تهرش اصلا لو انت مش حاسس بالمكان. يعني مثلا حد عندك بريفرال نيوروباثي، عشان كان عندك كرونيستي للانكنترول دايابيتس، فانت مش حاسس اصلا بايدك، فهو جالك ما بين الويبس او في الويبس بتاعت صوابعك وانت مش حاسس اصلا، فما بتهرش، فبالتالي مفيش اميون رياكشن، فبالتالي انت مش بتسكريب الباروس، فبالتالي بتزيد السكيبس. او ان انت اصلا عندك ان انت اميونو كومبرومايز، فمفيش اميون رياكشن حتى لو انت بتهرش، مفيش اميون رياكشن اصلا بيعمل الهرش، فانت اصلا مش هتهرش. يعني احنا قلنا الهرش سببه ايه؟ الهرش سببه الاميون رياكشن الناتج من كذا. طب لو انت مفيش اميون رياكشن مش هتهرش، طب انت ما تهرش لما اميون رياكشن مش موجود، كل الكلام ده بيخلي السكيبس يزيد ويعمل لك حاجه اسمها كروس سكيبس او نرويجن سكيبس. ده نوع من السكيبس. سموه نرويجن ليه؟ عشان اول ما اكتشفوه كان في قريه في النرويج يعني. طيب قلنا لو واحد سهران ونايم في النهار هيجي له الهرش في وقت نومه، فمش دايما نقول كاسطمبة سيفير اتشنج ديورنج نايت، لا ما ممكن يكون عامه ديورنج سليب، خصوصا في الشباب دلوقتي. فلو جالك عيان شاب مش بتفكر ان هو بيجي لك بالليل، يقول لك لا بيجي لي الصبح، طب ما هو بينام الصبح. فيعني دي نقطه ثانيه. اولويز لازم اخد الفاميلي هيستوري، لان غالبا لما بيجي الواحد بيجي لكذا واحد في العيله. بس خد بالك الفاميلي هيستوري مش دايما فاميلي بس، لان واحد مثلا شغال مثلا مهندس بترول في بعيد مثلا لوحده، واحد شغال مثلا في مصنع معين ففي سكن ومعاه ناس معاه من المصنع. فالفاميلي هيستوري هنا تبقى ايه؟ الناس اللي معاه في الشغل، اصحابه القريبين منه. ممكن ما يكونش عنده فاميلي هيستوري بس يكون عنده سكيبز عادي لانه عايش لوحده. فالموضوع بيختلف يعني، ما تخليهاش اسطمبه في دماغك بتحفظها. السكيبز بتلف السمول ابيديرمس، يعني الاماكن اللي فيها ابيديرمس صغيره عشان تعرف تكحتها بسهوله. زي مين؟ زي يعني زي اي مكان في الجسم ما عدا الظهر عشان ثيك سكين، والسولز والبالمز ده ما ينفعش يجي فيه. بتحب الهيوميديتي والهيت والهاي كيراتين عشان هي بتتغذى على الكيراتين. بس لو خدت بالك ليه برضو مش بتيجي في الايد والاماكن العاديه، في الدراع مثلا، ليه ما بتجيش في البالم مثلا الكلام ده؟ لان انت طول ما انت شخص كبير فانت بتتوضى، فايدك دايما نظيفه، فانت بتمسك حاجات بايدك، في بريشر بتضغط، كل الكلام ده يموت يكسر الباروس، فالسكيبس ما تعرفش تعيش في الاماكن دي. ولكن لو احنا بنتكلم في حد نيونيتس وانفنتس والكلام ده، فهو دايما متغطي، دايما ملفوف، دايما ما بيمسكش بايده، ما بيمسكش بايده حاجه وكده، فانت عادي ممكن تلاقي فيه السكيبس في الاماكن دي.
وبحاجات مختلفه. المهم ان السكيبز بعد ما بتروح غالبا بيبقى في حاجه اسمها سكيباتيك نوديول. السكيباتيك نوديول دي عباره عن ايه؟ عباره عن اميون رياكشن، ان ده ديليد هايبر سنسيتيفيتي للايه، للسكيبز. بتيجي تفتح وتاخد بايوبسي او تشوف درماتوسكوبي ما بتلاقيش حاجه اصلا في النودول دي، ولكنها ديليد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. فبالتالي بدل ما تعالجها على العلاج بتاع السكيبز اللي هو مضادات الحشرات اللي هو ايا كان اللي احنا هنقوله دلوقتي، يعني انت بتدي لها بس كورتيزون. ليه كورتيزون؟ لان الكورتيزون هيقلل الانفلاميشن ناتج من الهايبر سنسيتيفيتي، لكن مش يعني مش هتعالج على ان في اورجانيزم هناك، لان السكيباتيك نوديول عباره عن بيرزيستنت انسكت بايت رياكشن، فبتعمل سيفير اتشنج مع ان الاورجانيزم مش هناك، فتدي له توبيكال كورتيزون بس قوي شويه بوتنت يعني عشان ايه يشيل الموضوع ده. بس خد بالك لما واحد من العيله يجي لك وعنده سكيبز وانت هتعالجه، بتعالج العيله كلها ماس تريتمنت وفي نفس الوقت، لان التريتمنت بتاعت السكيبز بتبقى يعني بتاخد التريتمنت يوم كامل، بياخد مثلا الشريط كله بتاع الحبايات بتاعت مثلا الايفرمكتين او ايفرمكتين ايوه، وبعد كده بيجي بعد اسبوع تاني او اسبوعين ياخد شريط تاني كمان. تمام؟ ليه؟ لان السكيبز بتقعد فتره في الجسم معينه، ممكن انت تاخد العلاج النهارده، بعد اسبوع البيض اللي كان موجود يفقس ويعمل لك سكيبز، فانت بتاخده ايه اسبوع او بعد اسبوع او اسبوعين تاخد الجرعه الثانيه، فلازم البيض كله ياخده في نفس الوقت، لان انت لو خدته الاسبوع ده ومثلا اخوك خده الاسبوع الجاي عمل البيض بتاعه يفقس، هتكون انت تعديت وهكذا. فلازم ماس تريتمنت للبيض كله او اللي عايش في البيت كله ومع بعض في نفس الوقت. ممكن انت تيجي برضه يقول لك لا، تيجي تدي لحد في العيله يقول لك لا انا ما بهرش، ما هو اللي ما بيهرش النهارده هيهرش بكره لو ما خدش العلاج، فلازم ماس تريتمنت. طب في حاجه اسمها انيمال سكيبز، دي بتيجي بنوع سكيبز تاني غير اللي بيجي في الهيومن، والهيومن بيجي حاجه اسمها سيركوبتس سكابياي هيومينس، ودي بتيجي في الهيومن. اما ممكن تيجي في الانيمال، واللي في الانيمال ليها كاركترستكس تانية غير اللي في الهيومن. تمام؟ بس مش بتحتاج ماس تريتمنت، لان اللايف سايكل بتاعتها بتقف عند البني ادم، لان هو جايبها من انيمال. والانفانتايل اللي قلنا ان هو له كاركترستكس تانية، لانه ممكن يجي في البالم عادي والسول، وممكن يجي في السكالب، مع انه ما بيجيش في السكالب في العادي السكيبز، لان السبيشال سكريشنز بتاعت الهير بتمنع الحياه بتاعت السكيبز، ولكن الطفل الانفانت او اليونيت ما عندوش اصلا شعر، فبالتالي ممكن تيجي في السكالب وممكن تيجي في الزيكولر، لان السكيبز العاديه بتعمل شويه حساسيات زي بابيولز، ولكن ممكن تقلب بفيزيكلز لو عند الطفل او عند ناس كبيره قوي، لان السكين بتاعهم بيبقى ضعيف، فسهل ان هو يجمع الميه دي ويعمل لي فيزيكل. ده مقدمه او يعتبر الموضوع كله اللي هنتكلم فيه في السكيبز واهميه السكيبز في التريتمنت والكلام ده. فكل اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده هو في الاساسات، مع انك ممكن تكتفي بال8 دقايق دول وتقرا المحاضره هتبقى زي الفل ان شاء الله معاك يعني. طيب نبدا. دي محاضره دكتور شكري، دكتور محمد شكري. طيب السكيبز فيري اتش سكين كونديشن كوزد باي انفستيشن اوف بارازيتيك مايت، ايه سيركوبتس كابياي فار هيومينس. تمام؟ دي بتيجي ادلت فيرتلايزد فيميل زي ما قلنا، بتعمل بارو للسكين سيرفيس فتعمل لي راش. طيب الابيديمولوجي بتاعها ايه؟ بتيجي في اني ايج اند سوشيو ايكونوميك ستيتس، بس موستلي فين؟ في الاندر ديفلوبد كونتريز او مع الناس اللي هم لو هايجين، عشان زي ما قلنا هي بتحب الاماكن الهيوميد واللي ما فيها ما بتغسلش كتير وكده. the worldwide prevalence is بلا 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 affect all ages والكلام ده. persons at risk مين؟ هي بتأفكت الفاميليز والكوميونتيز وورلد وايد، بس غالبا بتبقى في البوفرتي، الاوفر كراودنج اللي عايشين في البريزنز والهوسبيتالز، مثلا ريفيجي كامب زي في فلسطين وكده دلوقتي. في الانستيتيوشنال كير individual with immune deficiency زي ما قلنا ممكن يجي في اللي هو الكراستد سكيبز. ماشي، بس هي له ريتس اوف ايدنتيفيكيشن بروبر تريتمنت اوف ديزيز في الاماكن اللي فيها كده يعني. بس هي خد بالك في حاجه اسمها سكيبز ان كلين، ودي بتيجي في الناس النظيف عادي، مش هيبان يعني عليه ان هو كده، ولكن غالبا بتبقى مثلا بسيكشوال انتركورس او كده مع شخص معفن او كده يعني. فما تستبعدش حاجه، ما تستبعدش حاجه. قال لك سيفير اتشنج بس مش بالليل، مفيش سيفير اتشنج اصلا، ممكن برضه شخص كلين ممكن برضه، فما تستبعدش. انت بتبدا بتعمل اكسكلودنج كرايتيريا، بس ستيل بتفضل تشك في السكيبز لان هي كومن جدا، وان هي انت ممكن تاخد سكين بايوبسي وتعرف على طول، بس يعني غالبا تاخد بالك انت ما تكسكلودش حد كده وخلاص، بما ان الاسطمبه اللي عندنا مش موجوده. الكوزيتيف اورجانيزم قلنا سيركوبتس كابياي هيومانس فيرتلايزد فيميل. The mites substitute on a diet of dissolved human tissue الكيراتين، زي ما قلنا ايه بتاكل الكيراتين but do not feed on blood. هي اصلا ما بتوصلش للبلد اساسا. The entire 30-day life cycle، عندها 30-day life cycle completed within the epidermis كله. The female might invade the stratum corneum اللي هي اول طبقه اللي فيها الكيراتين. Where it deposits 2 to 3 eggs a day, total of 60 to 90 eggs during its life. Burrows at night and lays eggs during the day، يعني بتحط الليجز بتاعتها الصبح وبتبرو وبتحفر at night، وبالتالي الهرش بيبقى at night. ليه؟ لان هي لما بتهرش بتعمل immune reaction، انت بتهرش منه دايما، خد في بالك انت بتهرش من الاميون رياكشن. تمام؟ they can crawl as fast as blah 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 after 3 to 4 days the eggs hatch larva which require more 7 days to mature. larva بتحتاج 7 days to mature. كل دي ارقام اكيد مش هنقعد نحفظ الارقام دي دلوقتي يعني، انت ممكن تحفظهم في يوم يعني من البتاع او قبل الامتحان، بحيث ان انت ايه لو حفظتهم دلوقتي هتنساهم يعني. away from the host، لو هي away from the host مفيش host، يعني انت مثلا
انت عندك سكيبز ولكن هي فين؟ في الجاكيت بتاعك، وبعدين انت قلعت الجاكيت، ففي الجاكيت بتاعك هي ممكن تسرفايف لمده قد ايه؟ اتموست 3 دايز بس. فانت لو عايز تتخلص من السكيبز ممكن تغسل هدومك كويس قوي، او لو دي هدوم انت ما ينفعش تغسلها زي ستاير او جواكت بلطوهات كده، انت مش هينفع تغسلها، فبالتالي بتحطها في كيس نظيف وتقفل عليها لمده 3 ايام. تسمى اكستند 7 دايز ان نورويجن سكيبز، فخلينا في 7 دايز، اسبوع كامل انت عين الكيس ده عشان هي تموت. وذ مايس فيد انكراستد ستريتم كورنيوم. تمام. The average number of females per patient is about 12 من 8 ل 12. Patients with cursed scabies اللي هو النرويجن scabies may have millions of mites. قلنا بيبقى عنده كده ليه؟ يبقى عنده بيبقى immunocompromised. فلما يبقى عنده suppression في الاميونيتي مفيش حاجه بتحارب السكيبيز اولا، ثانيا مش بيخليك تهرش، فانت نفسك برضه مش بتحاربها فيزيكالي، فبالتالي بتزيد جدا. طيب الانكيوبيشن بيريود بتاعتها يعني عامه تجيلك لحد ما تهرش. عشان كده بنقول ممكن واحد في العيله يكون عنده، لو انت عندك خلاص وبنقول لك ماس تريتمنت، وفي واحد في العيله مش راضي يتعالج، لا هو ممكن يكون عنده ولكن هم 14 دايز عشان يقدر يحس بالهرش ده، عشان يبدا يحصل ايميون رياكشن، يحصل يطلع الانتي بوديز وكده. ولكن زي ما بيقول لك هنا بات اونلي 24 to 48 hours in subsequent infestations، لانك اوريدي عندك الانتي بوديز هتطلع على طول. فبالتالي زي الانفكشن بالظبط، الانفكشن بيحصل ان البكتيريا مثلا بتطلع عمال يطلع لها انتي بوديز والكلام ده، البكتيريا بتاخد وقت في انكيوبيشن بيريود، ولكن لما البكتيريا دي تجي لك تاني فانت اوريدي عندك الانتي بوديز بتاعتها. نفس الكلام هنا. تمام، مش مهم اللايف سايكل. المود اوف انفكشن كلوز بيرسونال كونتاكت، طبيعي سيكشوال ترانسميتد ديزيز، فبيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. اندايركت باي كلوزنج اور بيتنج زي ما قلنا، بس لو عدى عليها 3 ايام فده ما ينفعش يحصل، مش مهم. دي كلينيكال فيتشر باثوجنومونيك ساين، يعني ايه؟ يعني الكاركترستيك باثولوجيك ساين بتاعت السكيبس. سيفير اتشنج مينلي ات نايت زي ما قلنا، بس يفضل نقول مينلي ات سليبنج تايم عشان الناس دلوقتي بتسهر وكده. ليه؟ عشان هي بتحب الهيوميديتي، وانت بتتغطى وانت نايم بتفضل تتحكي في السرير، ففي سخونيه، فهي بتحب الموضوع ده. الباروس دي برايمري ليجنز، ممكن تتحول بعد كده حاجات تانية، ممكن يبقى في فيزيكل زي ما قلنا في الاطفال والكبار في السن. انفلاماتوري بيوريتيك ليجنز، سمول بابيولز وفيزيكلز اند ريتد نودولز، كل دي ممكن تبقى موجوده، وده اللي انت بتهرش منها. سكندري ليجنز ده سكراتش ماركس من ان انت بتهرش كتير، باستيولز نتيجه مثلا ان حصل سكندري انفكشن في المنطقه دي، واكزيمتد ستينجز نتيجه الانفلاميشن من القرش. طيب سايتس اوف بريديلكشن، يعني ايه؟ المناطق المفضله للسكيبز ان هي تعيش فيها. ذا مايت بريفيرز وورم اند مويست ارياز ويب سايز اوف فينجرز ريستس، كل الكلام ده. زي الدكتور قال البو، لو عملت قوس كده من اول ايدك ولفيت حوالين الاكزيلا ونزلت تاني لحد الانجوينال ريجن، تمام، هي بتحب الاماكن دي اللي هو الاكزيلا، بتحب الكيوبيتال فوسا، الريستس والويبز ما بين الفينجرز، بتحب تروح عند الجينيتاليا والكلام ده، والباتوكس اكيد، والنيبلز والبينسز برضو عشان احنا قلنا ان هي سيكشوالي ترانسميتد، والاماكن دي برضو بتبقى مليانه هيوميديتي يعني. مش مهم جنراليزيشن. الدايجنوز بتاعتها هدايجنوزها عن طريق ايه؟ طيب انا هدايجنوزها ازاي؟ اتشنج مينلي ات نايت زي ما قلنا. البروز انا ممكن اشوفها في الاماكن بتاعت البريديلكشن المفضله ليها. مور ذان وان ممبر اوف ذا فاميلي افكتد، ده الفاميلي هيستوري قلنا ان هي مهمه جدا، غالبا هيبقى واحد من او اكتر من الفاميلي غيره عنده الموضوع ده. تمام. الديرماتوسكوبي اللي هو اللي احنا قلنا عليها في اول محاضره، at the might end of the burrow has characteristic jet plane or hang glider appearance، ده يعني تحت الديرماتوسكوبي. يعني انت مش هتشوفه، يعني عملت سيرش على البيكتشرز، يعني ما فهمتهاش، ما حسيتش ان انا فاهم قوي الصوره، بس يعني احفظها، ممكن تيجي تقول لك مثلا في الام سي كيو او كده. طيب الميكروسكوبيك اكزامينيشنز هعملها، وسكين بايوبسي هشوف فيها ايه characteristic scabies هيستوباثولوجي. يبقى انت عارف ايه سكين بايوبسي، ميكروسكوبيك اكزامينيشن، والديرماتوسكوبي، الثلاثه زي بعض. اتشنج مين اللي دول لنا المهمه، وهتشوف البروز ات سايت اوف بريدكشن. دي البروز اهي، ده هنا فين في الويب اهو. هنا جت في البالم، يبقى تعرف ان ده على طول انفنت. ليه انفنت؟ عشان ما بيجيش في البالم الا في الانفنت، لانه ما بيتوضاش، ما بيمسكش حاجات في ايده وكده، فغالبا بيجي في الايه في البالم. ده هنا هو نفس الكلام. هي دي الصور اللي انا قصدي عليها، مش فاهم منها حاجه. دي سكابيتيك نوديولز، دي نوديولز اهي، دي اللي هي البوست بعد العلاج ما بتروحش. تمام، دي سكابيتيك نوديولز. كل دي صور بتقراها، بس ده في النيبلز اللي احنا قلنا عليه عشان برضو المكان ده مويست في الستات يعني. في كلينيكال فاريانتس للسكيبس، هو الدكتور يعني ما ركزش عليهم قوي كل واحده في البتاع، لان في حاجات هنشرحها بعد كده، ولكن احنا ممكن نقول على كل واحده كلمه بسيطه. كلاسيك هيومن سكيبس دي اللي بتيجي عادي في الاماكن بتاعت البريديلكشن بتاعتها، اللي هي قلنا اكزيلا والبوينر ريجن والكلام ده، وبتيجي بكاركترستيك معينه، هي سيفير اتشنج مينلي ات نايت او ديورنج سليب، بتيجي في فاميلي هيستوري كله عنده المرض، بتيجي عندي بتقعد كذا يوم ما احنا عارفينه بالظبط، بتتعالج بعلاج معين سهل جدا هنقوله دلوقتي، بتاعت حاجات مضاده للحشرات، بتيجي في اماكن معينه، مش بتيجي على البالم، مش بتيجي على السلوز والكلام ده،
بتبقى عدد الاسكيبس فيها من 8 ل 12. بتبقى الموضوع بسيط شويه مع جرعتين من الدواء والجود هايجين بعد الدايجنوزس الدنيا بتروح. طب الكراستد اسكيبس ده سيفير فورم شويه ناتج من انك اميونو كومبرومايز، فمفيش انفلاميشن، مفيش حاجه بتحارب الاسكيبس، مفيش هرش الكلام ده، فغالبا ما فيهوش اتشنج خالص. ولكن العيان بيجي جسمه كله عليه الكراست دي. عباره عن ايه الكراست؟ عباره عن ان الجسم بيحصل له هي هنا اسمها كراست، ولكن هي مش كراست اللي احنا واخدينها، مش عباره عن درايد ديسشارج، ولكن هي عباره عن سكيلز، عباره عن قشره كتيره جدا عن طريق التيرن اوفر الكتير قوي بتاع السكين نتيجه انه بتدمر وبيتعمل تاني، بتدمر وتعمل تاني، وعن طريق الحفر، فبتلاقي كله حفر، فبتلاقي كتير قوي كراست، فبنسميها كراست سكيبس او نورويجان سكيبس. ودي بنلاقيها في ناس كبار في السن اميونو كومبرومايزد، وبيبقى فيها ملايين السكيبس. النودولار سكيبس عباره عن ايه؟ اللي هو البوست سكيباتيك نوديولز، دي ما بيبقاش فيها السكيبس، ما بيشوفش فيها الاورجانيزم، ولكنها ديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للاورجانيزم ده، وبنعالجها مش بانتي مش بدي فيها مضاد حشرات يعني، ولكن بدي فيها ايه؟ بدي فيها كورتيزون عشان اقلل الانفلاميشن. السكيبز انكوجنيتو زي بالظبط الانكوجنيتو تقريبا تينيا انكوجنيتو حاجه زي كده خدناها في المحاضره الاولى والثانيه. السكيبز انكوجنيتو بسبب ايه؟ بسبب ان انت حاطط توبيكال كورتيزون، كنت انت مثلا عندك حساسيه والدكتور شخصك غلط، قال لك حط ايليكا كريم ولا حاجه فيها كورتيزون، فبالتالي الكورتيزون قلل المناعه، فالسكيبز انت ما عدتش بتهرش وانت ما تعرفش ان عندك سكيبز، بس الليجن كل شويه يكبر وكده يعني. بس اكيد مش هيعمل لك كراست سكيبز لان انت بتحط توبيكال كورتيزون. ممكن لو بتاخد سيستميك كورتيزون زي ما قلنا ما بيأثرش قوي على السكين، فبالتالي برضه مش هيجي لك كراست سكيبز الا لو انت اوريدي اميونو كومبرومايزد. طيب السكيبز ان كلين ده اللي احنا قلنا ممكن تيجي في الكلين بيرسون نتيجه السكشوال اكتيفيتي مع حد مش نظيف، او نتيجه ان هو يعني هو هيبان عليه انه كلين ولكن هو انت ممكن تجي له يعني، ولكن هي مش فاريانت قوي، ممكن ما نعتبرهاش فاريانت يعني. انيمال سكيبز بتيجي بسبب انيمال انت اتعاملت معاه، والانيمال ده عنده نوع سكيبز غير ان السكيبز الاساسيه بتاعتك، فبالتالي هي مش هتتنشر من عندك، مفيش حد، مش هتحتاج هنا فاميلي هيستوري، لان انت اول ما يجي لك السكيبز هتموت عندك، لان هي مش تقدر تكمل اللايف سايكل بتاعت اللي كانت بتكملها عند الحيوان. تمام. طيب الانفانتايل سكيبز قلنا ان بيبقى فيه شويه حاجات تانية غير ان ممكن يجي له في السكالب وفي البالم والسول السكيبز عادي، بعيدا عن السكيبز العاديه. كراستد سكيبز بريفيسلي كولد ايه؟ نوريجان سكيبز، فيري كونتيجيوس فاريانت اوف سكيبز، لانه انت عندك ملايين السكيبز في جسمك. individual has thick crust of skin infested by thousands of mice living in the surface of the skin. قلنا ان هي severe form. The patient presents with crusted scabies begins as poorly defined red patches that then develop into scaly plaques. ممكن تديagnoseها as ايه؟ psoriasis، لان دي قلنا ايه؟ poorly defined red patches that then develop into thick scaly plaques. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا لو مكان ما فيهوش immunity كويسه بيفضل يسبريد الانفكشن، وبدل ما يكون عندك عباره عن بابيولز بتهرش فيها، لا هو عباره عن بلاك دلوقتي. والبلاك لما يبقى defined بنشك دايما ان هو psoriasis زي ما احنا قلنا في المحاضره بتاعه الكلينيك. This is often misdiagnosed هو كتبها. The scale is often prominent in the finger webs, wrists, elbow, breasts and scrotum. The itch may be absent. قلنا ال itch absent ليه؟ لان مفيش immune reaction، فبالتالي انت مش هتهرش. واحنا دايما قلنا ان الهرش بيبقى بسبب الimmune reaction مش بيبقى بسبب الاورجانيزم ذات نفسه. Crusted scabies may affect the scalp. Risk factors for crusted scabies كل حاجه تقلل immunity. Very old age, malnutrition, immune deficiency, intellectual deficit. ده يعني شخص هو يعني دماغه مش مظبوطه شويه. في ناس ما بتعرفش تهرش، في ناس ديبليتيتد مثلا مش عارف يهرش. نيورولوجيكال ديزيز هو مش حاسس اصلا فمش عارف يهرش. اسبيسيفيك انهيرتد اميون ديفكتنس برضه نفس الكلام في الاميونيتي. كرايتيريا سب انجول هايبر كيراتوزس بيبقى فيها هايبر كيراتوزس. ديستورتد فينجر نيلز بسبب السيفير انفكشن. بالبو بلانتر هايبر كيراتوزس برضه. جنرالايزد اريثيما في مكان كله لونه احمر. سكيلينج زي ما قلنا. جنرالايزد ليمف نود انلارجمنت بسبب ممكن يحصل سكندري انفكشن بسبب ان الشخص ده اوريدي اميونو كومبرومايز. ايزينوفيليا لان احنا قلنا اي بارازايت يعمل ايزينوفيليا، وده بناخدها من سنه اولى. تمام. بس هي مش بتظهر في السكيبز لان هي حاجه توبيكال جدا، وزي ما قلنا بقى 12 بس سكيبز فيميل موجوده، فبالتالي مش بتعمل مش سيفير لدرجه ان هي تبان في البلاد بيكتشر يعني. ولكن لما يبقى في كراست سكيبز يبقى في ملايين، فبالتالي الايزينوفيليا بتبان لان الايزينوفيليا بتزيد زي ما انت شايف هنا. ده الهايبر كيراتوزس اهي اللي هو قايل عليها. وعلى فكره انت ممكن تفكر ان هو هنا لا، لكن السكيبز ماشيه حوالين المكان كله، هي حوالين جسمه كله، لكن هي مليانه هنا بس. دلوقتي الهايبر كيراتوزس هايبر كيراتوتيك اهي، وبدا يحصل ايه؟ فيشرز بسبب ان الجلد بقى بايظ. هايبر كيراتوزس دايجنوزس زي برضو سكيبز ريدلي دايجنوز كلينيكال انكفرد باي ايدنتيفيكيشن زي ما قلنا قبل كده فوق في السلايد اللي فوق، فكل ده برضو مش مهم. تريتمنت توبيكال 5% بيرمترين، ده مش برضو للكراستد سكيبز بس ولكن ده للسكيبز عامه، بس خلينا نقول 5% بيرمترين وتوبيكال 5% بنزال بنزوات، اظن هي 25% بنزال بنزوات، بس خلينا زي ما مكتوب لحد ما يسال الدكتور. applied daily for 7 days then twice weekly until cure. يبقى انا بديها مره واحده. كل الحاجات دي توبيكال على فكره. اديها applied daily for 7 days then twice weekly until cure. يبقى انا خلاص هديها لمده 7 ايام بيدهن ديلي. ولكن اللي انا كنت بتكلم عليه فوق هو الاورال ايفرميكتين. الاورال ايفرميكتين ده مشكلته ان انا بديه بكميه قليله قوي، ومش المفروض ان انا استسهل في ان انا اديه. كل دي انسكتيسايدز مضادات للحشرات،
انت عارف ان انسكتسايدز دي حاجات توكسيك يعني، فعشان كده لما تبقى توبيكال مش بخاف قوي فبديها ابلايد ديلي فور 7 دايز. ولكن الايفرمكتين انا بخاف منه شويه، فلازم اظبط الجرعه بتاعته. ولو شفت هتلاقي الجرعه اصلا صغيره جدا، مايكرو جرام مش ملي جرام، 200 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير دوز جيفن ايه on days 1 2 8 9 15. هنقول ان هو بيتاخد مره وبعدين بيتاخد مره بعدها باسبوع او مرتين عشان نخلص من الموضوع يعني. نودولار سكيبس بوست سكيباتيك بيريرايتس. طيب ليه؟ لان هي بيريرايتس، هي مش انفكشن. انديوريتد انفلاماتوري بتبقى غالبا على السكروتوم والبينس والجروينز، مي بيرزيست فور ويكس. طيب قلنا ليه هناك؟ عشان برضو السكين بيبقى عرضه اكتر للنوديولز دي، هي غالبا بتيجي هناك، مش مهم ليه. بوست سكيباتيك نوديولز عباره عن ايه؟ ديليد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. انترا ليجنال توبيكال كورتيكوستيرويد، مش هدي انسكتيسايد بقى لان مفيش هنا انسكت اصلا، هدي كورتيكوستيرويد عشان يشيل الانفلاميشن، ده انتي انفلاماتوري. سكيبس انكوجنيتو inappropriate use of steroids may modify the clinical presentation، هيبوظ عليها المورفولوجي بتاعت الديزيز، فده it's considered to be a subtype of scabies بلا بلا بلا. المهم ان انتوا عارفين ان scabies incognito لما حد يبقى بياخد ايه؟ steroid. scabies in infants face atypical distribution، زي ما قلنا ممكن يجي فين؟ في البالمز والسولز والسكالب، وده مش طبيعي. vesicles are frequent عشان السكين delicate وweak. secondary bacterial infection عشان برضه هتبقى هتويكن الاميونيتي بتاعت الطفل. eczema نتيجه الايه؟ الالرجي. وفريكوينت لاك اوف بوروز، مش هشوف البوروز اصلا، انها حرفيا مفيش اصلا طبقه سكين كبيره اشوف منها البوروز، ولكن السكيبس كده هو بتدخل كده عادي، بتفضل تحفر في اي حته ومش باخد قوي بالي من البوروز يعني. انيمال سكيبس عشان اصلا السكين بتاع الطفل بيبقى سموث، فما فيهوش كيراتين كتير اصلا اعرف اشوفه يعني، فهو صعب اصلا تيجي في الانفنتس قوي يعني عشان ما فيش كيراتين كتير. انيمال سكيبس some animals and birds، في منها الايفيان وكده، وفي انيمالز كاناين لها علاقه بالكلاب والقطط، ممكن تبقى ترانسفيرد تو مان، بس بيليف شورت تايم ومش بيبروباجيت لان اللايف سايكل بتقف. ده جدول تعرف منه ايه؟ ان هي مور اكستنسيف شويه السكيبس عند الانيمال، هي سيلف ليميتد، اللي هي بتروح لوحدها، الاورجانيزم بيموت لانه مش بيكمل اللايف سايكل بتاعته. شورت انكيوبيشن بيريود ونوت ترانسميتد تو هيومن زي ما قلنا. تبقى ديفرنت سايت اوف بريدكشن لان ما هي مش سيركوبتس سكابياي فار هومينس، فبالتالي هي ليها كاركترستكس غير السكيبس العاديه اللي احنا بنشوفها، فغالبا هتلاقي حاجات دي مختلفه يعني. طيب تريتمنت جنرال برنسبلز تو توبيكال تريتمنتس اوف انتي سكابيتيك ميديكيشن 1 ويك ابارت. هو الجنرال برنسبلز اولا اول ما تبدا تعالج هتبقى دي، ولكن خلينا بس في التريتمنت. تو توبيكال تريتمنتس اوف انتي سكابيتيك ميديكيشن 1 ويك ابارت. يبقى انا هعمل ايه؟ هدي توبيكالز 1 ويك ابارت، تمام. انتاير بادي سيرفيس، يعني هيجيب العيان من اول رقبته لحد رجله هيدهنه كله ايه؟ توبيكال، تمام. from head to toe in infants and elderly وان اذر جروب ايج جروبز ذا فيس اند سكالب كان بي اكسكلود زي ما بقول لك من اول الرقبه لتحت خالص. ولكن لو انفنت او الدرلي زي ما قلنا ممكن يجي له في السكالب، ممكن يجي له في البال، ممكن يجي له في السول، فغالبا بيدهن جسمه كله او كده. بايه؟ بالتوبيكال تريتمنت اللي هديه امتى؟ 1 ويك ابارت، عشان امنع حدوث ان الاكس دي تهاتش وتعمل لي انفكشن تاني. وانا طبعا مش اكيد مش هديله مثلا طول الاسبوعين او طول الثلاث اسابيع، لان دي زي ما قلنا دي عباره عن ايه؟ انسكتيسايدز ممكن تعمل توكسيستي وكده. تريتمنت جنرال برنسبل سبيشال اتنشن شود بي بيد تو انتر ديجيتال سبيسز اسمها ايه؟ الويبز وكده، والامبرايكس سبنجوينال اريز اللي هي الاماكن اللي برضه بنقول بيبقى فيها هيوميديتي وكده. تو ريديوس ذا بوتنشال اوف ري انفستيشن. لو انا عايز اجيب حاجه زي كلوزنج او كده بغسلها كويس قوي قوي قوي، بيشيل الموضوع عادي، مش لازم تستورها. ولكن لو حاجه انت مش عايز تغسلها زي ما قلنا ستاير، زي ما قلنا بلطوهات وكده، بتعمل لها ستور ان باكس فور 10 دايز وخلاص بيبقى زي الفل. اول فاميلي ممبرز لازم يكونوا تريتد ونسميها ماس تريتمنت. بيتس كانوت هاربور هيومن مايتس عشان هما بيهاربور الانسكت الانيمال مايتس. سكندري بكتيريا انفكشن ممكن يحصل نتيجه الديكريز اميونيتي او نتيجه ان الشخص بيبقى يعني فايبل تو انفكشن نتيجه الجروح وكده، فممكن ندي انتي بايوتيك لو نيدد. تريتمنت فور سكيبز فيرست لاين توبيكال 5% بيرميثرين كريم واورال ايفرمكتين 200 ام سي جي بير كيلو جرام. ده سيستم. التوبيكال 5% بيرميثرين ده بديه برضو قلنا اون داي 1 اند داي 8. طب السكند لاينز البيرميثرين ده الاثنين دول انسكتيسايدز، بس الفرق ان ده توبيكال وده اورال، والايفرمكتين زي ما قلنا لازم ندي جرعه صغيره عشان هو توكسيك. سكند لاينز ليندين لوشن وفي 25% بنزايل بنزوات لوشن زي ما قلنا. ال 25% هي كانت فوق 5 ما اعرفش ليه، ممكن ده سبيسيفيكلي كراستد الله اعلم. كروتاميتون لوشن، كل دي انسكتيسايدز. بريسبيتيت سلفر ايمن، كل الحاجات دي برضو اكيد مش حافظ الكلام ده، ممكن تحفظ السكند لاينز كاسماء عشان لو جت انيوميريت. ولكن الفيرست لاين هو ايه؟ توبيكال 5% بيرميثرين، ممكن نقول 25% بنزايل بنزوات، ممكن نقول اورال ايفرمكتين 200 ام سي جي. طيب ده الوحيد فيهم اللي كاتيجوري بي في البريجننسي هو البريمترين، الباقي كله غالبا نوت ريكومندد في الحمل. الايفرمكتين اهو effective treatment for this and other ectoparasitic، هو دايما غالبا بيتاخد في الاكتوبارازيت. ميكانيزم اوف اكشن، ده ميكانيزم اوف اكشن في الاسكيبس، بيبلوك الترانسميشن اكروس نيرف ساينسز، يبقى هو بيعمل ايه؟ باراليسيس ليها، يبقى هو نيوروتوكسيك تو الاسكيبس. الدوسج بتاعته 200 400 ادمنستريد 1 to 2 ويكس ابارت. التابلت العلبه فيها الشريط فيه 8 تابلت وكل واحده 6 مللي جرام. غالبا العيان في الادلت عادي بياخد التابلت كله او 6 حبايات، ويجي بعد اسبوع او اسبوعين ياخد كمان واحده.
كمان شريط يعني. اورثو جابا اند جلوتاميت ده بيشتغل اهو. is not recommended for children who weigh 30 اقل من 33 pounds pregnant women عشان هو كاتيجوري سي. طيب الاكتوميثرين او البريميثرين اللي بناخده 5% ده بينهبت الصوديوم ترانسبورت، فهو برضه النيوروتوكسيك لمين؟ للسكيبز، مش هم الادفيرس بتاعته. causes of persistent itching اللي هي البوست سكيبيتيك بيريرايتس، the hypersensitivity reaction can be slow لانه delayed incorrectly ablated. ممكن يجي يعني مش لازم البوست سكيبيتيك بيريرايتس تكون نتيجه نوديولز، لا ممكن تكون ان انت incorrect diagnosis، انت عالجت حاجه مش موجوده، انت عملت دايجنوز غلط، انت ابلايد تريتمنت ما اتعملش صح، الهايبرسنسيتيفيتي ما حصل هايبرسنسيتيفيتي رياكشن ملوش علاقه بالبوست سكيبيتيك نوديولز مش موجوده اصلا. اكاروفوبيا ان الشخص ده هيستيريك قوي او خايف انه يكون لسه عنده ففضلت عنده الهرش نتيجه حاجه سايكيك. تمام. بس كده المحاضره خلصت الحمد لله يعني. الكيس بقى ممكن تقراوها وتحلوها عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بس شكرا.